لم نرى إقبالا على الإسلام كما نراه بعد أحداث غزة. يقول كان يسلم في اليوم حوالي 80 شخص، بعد أحداث غزة صار يسلم في اليوم الواحد حوالي 400 شخص. يقول والعجيب أن هؤلاء الذين يسلمون من الشباب والفتيات، وأكثرهم من الفتيات. فكنا نستغرب حتى يقول ما أحصيناها الآن في دولة واحدة مثل فرنسا من أسلم من أحداث غزة إلى اليوم أكثر من 20,000 من الشباب والفتيات. يقول سبحان الله حتى ما كنا نقبل نكتب شهادة لمن دون 18 إلا بحضور والديه. يقول الذي استغربنا منه أن بعض الشباب يعلم هذا، يأتي ومعه والداه، ووالداه يوقعان ويشهدان على أن ابنهم أو ابنتهم قد أصبحوا مسلمين. يقول بدأنا نسألهم لماذا أقبلتم على الإسلام؟ قالوا بسبب أحداث غزة. رأينا أناس، رأينا الله في غزة، رأينا فيه إله في غزة يعبدونه حق العبادة، رأينا الاطمئنان، رأينا الحمد، رأينا الشكر، رأينا المصاب في غزة يعبدونه حق العبادة، رأينا الاطمئنان، رأينا الحمد، رأينا الشكر، رأينا المصابرة. يقتل أناس وتدمر بيوتهم وتذهب أموالهم وهم في اطمئنان عجيب. فبدأنا نسأل أي دين يعتنق هؤلاء؟ قالوا الإسلام. فأمسكنا بالقرآن فعلمنا كل الحكاية. لماذا هؤلاء صبروا؟ فأحببنا الإله الذي أنزل هذا القرآن. تذكر إحدى الفتيات وعمرها 18 سنة سبب إسلامها وتقول لما رأيت صبر أهل غزة والأطفال وهم دائما في اطمئنان، والأم يموت لها 5 أبناء وتقول الحمد لله ذهبوا إلى الجنة، قلت لازم أعرف أي دين وراء هؤلاء. فبدأت أبحث. تقول سبحان الله أول ما أمسكت بترجمة القرآن أريد أن أبحث، أول ما قرأت في تفسير القرآن بكيت، فعلمت أن هذا هو الإله الحق. أيها الأحبة، الله جل وعلا له حكمة في كل ما يحدث، وما قد نراه شرا ربما يكون في طياته الخير ونحن لا نعلم.